ابكي كالنساء ملكا لم تحافظ عليه مثل الرجال. صرخة اسمها عائشة الحرة الغرناطية وجهت الكلام لابنها أبو عبد الله الصغير آخر ملوك غرناطة لحظة السقوط ولحظة العار. غرناطة كانت جوهرة الإسلام في الأندلس، قصر الحمراء يشهد على حضارة زينوها الأبطال والفرسان، لكن في زمان الضعف ما كاين لا أمان لا حرمة، والقلوب اللي كانت كتجمع ولات كتخون في الظلام. أبو عبد الله الصغير آخر ملوك غرناطة كان شاب طموح، ولكن الحيلة ماشي دايما سلام. حب السلطة خلاه يتحالف مع العدو، والنهاية خانوا تكسرات العظام. في يناير 1492 غرناطة طاحت والراية تبدلات. الملك الصغير بكى وهو كيشوف المدينة، والأم ديالو قالت ليه بدمعة جامدة: ابكي كالنساء ملكا لم تحافظ عليه مثل الرجال. غرناطة سكات الباب والأندلس ولات ذكرى، ولكن التاريخ ما كينساش. وإن شاء الله في القريب العاجل فيديو نحكي فيه سقوط الأندلس وأسبابه، نذكر خيانة وفتن وديون ثقيلة، حروب وأطمار كانت مستحيلة، رجال خانوا والمجد ضاع، والأندلس صارت ذكرى في كتب التاريخ. ما تنساوش تتابعونا على صفحتنا مدرسة الزمان، وديروا لنا جيم وكومنتير زوين، تشجعونا نكملوا في الطريق ونشجعوا المحتوى المفيد ونعرفوا تاريخنا.